ما رأيكم برجل يصلي ويصوم ويتصدق 50 سنة وهو مخلص في ذلك لله، ما عم يفعل أمر رياء، مخلص، ثم يأتي يوم القيامة ولا يملك حسنة بسبب هذه الكبيرة؟ 50 سنة. ما هذه الكبيرة؟ هذه الكبيرة يعذب فاعلها في قبره قبل يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي، ليلة الإسراء والمعراج، مررت ليلة أسري بي بأقوام لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، المغتابون، الغيبة، النميمة، التي يستهين بها كثير من الناس، مثل ما الآن أنتم هلأ تفاجأتوا، كبيرة من الكبائر لها هذا الوزر والناس تستهين بها. مر عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. معنى ما يعذبان في كبير يعني في كبير بأعين الناس، يعني الناس تستهين بهذا الأمر. ثم قال: بلى إنه لكبير، كبير عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وفي رواية أخرى كان يمشي بالغيبة. وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، ما بينظف حاله منيح بعد ما يبول، لأنه هي نجاسة، وهذا أمر كتير الناس تتساهل فيه اليوم، ومعظم عذاب القبر من البول. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. الغيبة